في الاخر خالي اتصل بينا قال لنا خلاص ما تدوروش عليا، انا خلاص بقى يعني انسوني وما تدوروش عليا. يا جماعه انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، هاخدها واطلع على شرم الشيخ واعيش. آخر مكالمة للضحية رقم 3 لسفاح المعمورة أو المحامي السفاح زي ما اتعرف إعلاميا، لكن اللي هتشوفوه ونكشفه لحضراتكم بالفيديوهات هي مفاجآت بمعنى الكلمة. تخيلوا معانا كده إن المحامي بعد ما بيخلص على كل ضحية من بتوعه بيكافئ نفسه ويروح ياكل كباب. أهلا بكم في اللغز مع يونس محمد. اللي ما يعرفش قصة سفاح المعمورة واللي اتعرف بالاسم ده اعلاميا او المحامي السفاح، هحكي لحضراتكم حاجات بسيطة كده في البداية عشان تعرفنا الموضوع، وهندخل لقصة الضحية الثالثة والفيديو المفاجأة واللي كان بيكلمهم وهو متكتف والمحامي فوق دماغه وبيقول لهم ما تخافوش انا خلاص سبت البلد، ومفاجآت فعلا بمعنى الكلمة. لكن سريعا هحكي لحضراتكم الموضوع. بداية القصة ببلاغ لشرطة النجدة من الاهالي والجيران بيفيد ان في صوت صرخات من سيدة كانت موجودة داخل مكتب محامي بتفضل تصرخ بشكل غريب. شرطة النجدة راحت لهناك وكانت قابلوا مع صاحب البيت اللي كان مأجر المحامي منه الدور الأول وعامله مكتب، والست دي كان معاها عيالها وكان المحامي بيعطف عليها من طيبة قلبه طبعا ومخليها عايشة في المكتب، بس كان منبه عليها اوعي تفتحي الأوضة المقفولة دي. وهنا الفضول جابها وخلاها تفتح الأوضة، ولما فتحت الأوضة لقت إن في حد مدفون ملفوف بكيس بلاستيك ومدفون في الأرضية بتاعت الأوضة. عشان كده فضلت تصرخ والناس اتلمت وصاحب البيت نزل وكلموا شرطة النجدة. لما شافوا الوضع ده طلعوا أول جثة وكان مدفون فيها جثة كمان. الجثة الأولى كانت لزوجة المحامي، والجثة الثانية لسيدة كانت موكلة المحامي كان قابلها قدام محكمة الاسكندرية، وكان المفروض هتعمل لها توكيل او عملت له توكيل واتقابلت معاه في المكتب بتاعه، وبعدها اختفت بالرغم اللي كان فيزة المعاش بتاعها بيتصرف كل شهر، لكن اهلها واختها قالت اللي ملهاش اي اثر ولا ليها اي وجود، وفضلت تدور عليها في كل مكان ما كانش ليها اثر. ده كان المختصر المفيد. والشرطة قبضت على سفاح او المحامي السفاح وقال انا عملت الجريمتين دول، عشان يجي بعدها بلاغ من صاحب بيت بيقول ان في محامي كان مأجر منه الشقة اللي في الدور الاول وبقاله فترة ما بيدفعش الايجار، وبعد حكاية ان في سفاح في اسكندرية في منطقة المعمورة والشقة دي في شارع 45 برضو في محافظة اسكندرية، يعني بعد الشارع اللي مأجر فيه ولقوا جثتين بعدها بشارع. عشان كده شرطة النجدة راحت لهناك وفتحت الشقة ولقت جثة لراجل مختفي بقاله 3 سنين كاملين. بس يا ترى الجثة دي جابها هنا ازاي وايه كواليسها وايه الموضوع؟ هسيب حضراتكم للفيديو الكامل مع لقاء لأسرته. لكن قبل ده كله كان في اعتراف للمحامي وهو بيقول لرجال الشرطة ان بيكافئ نفسه على كل ضحية من ضحاياه بياكل كباب بعد تنفيذ الجريمة، وكل واحد منهم كان ليه سبب في الجريمة. يعني الست اللي كانت موكلاه عشان القضية بتاعتها خد فيزة المعاش، والراجل اللي برضو الضحية الثالثة خد منه فيزة المعاش وكان بيصرفها. على فكرة هو قاتل متسلسل، بس رجال الشرطة لحد دلوقتي مش عارفين يحددوا عدد الضحايا بتوعه، والأيام اللي جاية هتكشف لنا مفاجآت بمعنى الكلمة. نشوف الفيديو والحكاية مع حضراتكم لسه مكملة. حضرتك في الاخر خالي اتصل بينا قال لنا خلاص ما تدوروش عليا، انا خلاص بقى يعني انسوني وما تدوروش عليا. يا جماعه انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، هاخدها واطلع على شرم الشيخ واعيش. بص حضرتك هو باين ان هو حد مضروب، يعني طريقه كلام. اخر صوره يا فندم صح كده؟ دي اخر صوره هنا في البيت. الصوره دي اخر صوره للمكني عليه. هو لابس تيشيرت احمر فيها. صوره وهو خالي كان معاه فيزا شخصيه بتاعت حسابه الشخصي وكان معاه فيزا بتاعت المعاش، وفي البنك قالوا لبنته ان المعاش ده كان بيتصرف لحد فتره قريبه، بس حسابه الشخصي كان في شهادات. احنا برضو مش عارفين هو قدر يعني يخلي خالي يفك له الشهادات لان هو حبسه فتره،
هو حبسه فتره، في الفتره اللي كان بيكلمنا فيها في التليفون وبعت لنا فويسات دي يستنجد بينا دي، كان هو محبوس، كان حبسه عنده. باينه ان حد مش طبيعي اهو. لو حضرتك عايز تسمع تاني. يا جماعه انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، اخدها واطلع على شرم الشيخ واعيش. بص حضرتك، هو خالي ده مهندس، ووقت هو مواليد 56، يعني هو كان فوق ال60 سنه وقتها، وكان في المانيا وكان في السعوديه وعنده فلوس في البنك وكان معاه عربيته الملاكي. الراجل ده اتعرف عليه في المحكمه وبعدين فضل مصاحبه رايح جاي معاه رايح جاي معاه، وهو كان عند والدتي هنا في البيت واتصل بيه وقال له تعالى انا جايب لك مشتري للبيت وهات العقد معاك بتاع البيت. وخالي راح له وبعدين غاب يومين مش بيرد ولا على بنته ولا على مامتي، مش بيرد على التليفون. ففضلوا يتصلوا كتير قوي 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 لحد ما خالي رد وقال انا، وصوته كان متغير. فماما قعدت تصوت وتزعق وتقول له انت مالك، انت فيك ايه، انت. راح قال لها خدي صاحبي المحامي نصر الدين السيد، خدي هو هيكلمك ويفهمك ايه الموضوع. اسمه صاحبي انت عارفاه، نصر الدين السيد، يعني هو برضو كان بيحسسنا ان في حاجه وبيعرفنا هو مع مين. فهو خد ماما قال لها ما تقلقيش عليه، ده عامل حادثه، ده خبط واحد بالعربيه واحنا عند اسم المنتزه وما تقلقيش عليه. فماما سكتت. بعد شويه فاخواتي وجوز بنته راحوا قابلوا المحامي وبعتوا على جروب العيله لينا كلنا. محمد ابراهيم محمد قال لكم ايه بقى على جروب العيله؟ انا بعت البيت والعربيه واتجوزت اوكرانيه وسافرت شرم الشيخ. وبعد كده بقى يكلمنا يقول لنا سيبوني انا عايز اعيش حياتي، حاجات مش مقنعه. يعني مفيش حد هيسيب بيته وعياله ويسيب حتى هدومه، ما خدش حتى هدومه، عربيته اختفت وموبايله اختفى وكل حاجه، بقى له 3 سنين. احنا كنا عارفين ان المحامي ده عمل فيه حاجه بس احنا ما كانش عندنا دليل. احنا عايشين السنين دي كلها ومتاكدين ان هو عمل فيه حاجه. طب انتوا لما او المحامي اللي هو نصر ده هو السفاح اللي قتل كذا يعني ضحيه، عملتوا ايه؟ يعني انت عملتي ايه مثلا لما عرفتي حاجه زي كده؟ هل توقعتي ان ممكن يعني خالك يبقى من ضمن الضحايا؟ ايوه طبعا ده اكيد 100%. احنا متاكدين من قبل ما يظهر الحاجات دي، متاكدين ان هو عمل فيه حاجه، بس احنا وديناه الاسم وهو قدر يحور على المباحث ويطلع من الموضوع. ما تنساش ان هو برضه رجل قانون، فهو عارف هو بيعمل ايه كويس. قعد يقول لهم ده اصل هو كان عايز يتجوز، اصل هو مش عارفه ايه، وفضل لحد الساعه 2 بالليل وخدهم قال لهم انا جوزت اوكرانيه المعموره، والمباحث اخدوه ودوه المعموره الشاطئ، وقعدوا يقولوا له طب فين الشقه اللي انت جوزته فيهم؟ قعد يلف بيهم وقال انا اصل انا مش عارف المكان بالظبط. وبعد كده المباحث سابته، وانا رحت المحكمه مع بنته للمحامي العام. انا رحت للمحامي العام وحكينا له الموضوع، وكل ما نعمله البلاغ بيتحفظ بطريقه غريبه، بس في الاسم كانوا بيقولوا لنا الراجل ده وراه حاجه. طيب عايزين بقى نسمع الفويس، يعني في كنا عليه الصوت. يا جماعه انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، اخدها واطلع على شرم الشيخ واعيش. بص حضرتك، هو باين ان هو حد مضروب، يعني طريقه كلامه باينه ان حد مش طبيعي اهو. لو حضرتك عايز تسمع تاني. يا جماعه انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، اخدها واطلع على شرم الشيخ واعيش. حاجه انت لما سمعتي صوته يعني حسينا ان حضرتك عيطتي في دموع؟ طبعا اخويا يا عيني طيب وامين ما عملش حاجه، ربنا ينتقم منه يا رب. عايزين حقه. احنا كنا عارفين ان هو بيودك جدا ده كان عندي وعندي. مش متعود ان هو يقطع مثلا يوم او يومين ان هو ما يجيبكيش تاني. 4 ايام انا اتوغوشت عليه ورحت مكلماه، منه لله ربنا ينتقم منه واللي زيه يا رب. طب انتوا يعني تم استدعائكم مثلا تعرف على لسه ولا حاجه؟ لسه لا ما حدش. هي بنته وابنه في النيابه حاليا من الصبح، هما في النيابه لسه، احنا مش عارفين ايه الاخبار.
كنت حضرتك عايزه تضيفي حاجه تقولي حاجه؟ انا كنت عايزه اقول ان خالي كان بيستنجد بينا، وهو خالي كان معاه فيز شخصيه بتاعت حسابه الشخصي، وكان معاه فيزا بتاعت المعاش، وفي البنك قالوا لبنته ان المعاش ده كان بيتصرف لحد فتره قريبه. هو المعاش ده كان بيتسحب من البتاع، بس حسابه الشخصي كان في شهادات. احنا برضو مش عارفين هو قدر يعني يخلي خالي يفك له الشهادات، لان هو حبسه فتره. هو حبسه فتره، في الفتره اللي كان بيكلمنا فيها في التليفون وبعت لنا فويسات دي يستنجد بينا دي، كان هو محبوس، كان حبسه عنده. حضرتك قلتي تفصيله مهمه جدا، انت بتقولي ان المعاش بيتصرف لفتره قريبه. بيتصرف لفتره قريبه، في البنك قالوا لها ان المعاش كان بيتصرف لفتره قريبه. عرفتوا الكلام ده منين يا فندم؟ من البنك. بنته كانت امتى؟ احنا كلنا يعني 3 سنين حضرتك. لا امتى عرفتوا التفصيله دي؟ من حوالي 6-7 شهور ان هو كان المعاش بيتصرف لحد فتره قريبه، لحد ما جه تحديث للفيز، فتقريبا بقى الفيزا وقفت منه، معرفش يحدثها تاني او معرفش يشغلها، فخلاص بطل ان هو يصرف معاش خالي ده، لان هو مهندس ومعاشه كبير برضه. لا ومعاه فلوس في البنك كتير. وكمان هو كان عايز ياخد، هو العربيه بتاعته كمان اختفت. وخالي كان بيتصل بينا يستنجد بينا ويدينا امارات كتير، بس احنا ما كناش عارفين نعمل حاجه. احنا كل اللي عملناه ان احنا يعني توجهنا ليه المحامي ده. طب احنا لسه عايزين نتكلم مع الحاجه، نعرف تطلبي بايه؟ يعني انت عايزه تطلبي بايه؟ للراي العام، يعني ايه اللي انت عايزاه؟ عايزاه يعني القصاص زي ما هو قتل كده، هم كمان الحكومه تجيب لنا حقنا منه. زي ما هو وكمان احنا عايزين نعرفه، يعني نستلموا جثته وندفنه يعني وكده. تمام. وقصاص لاخويا. حضرتك في الاخر خالي اتصل بينا قال لنا خلاص ما تدوروش عليا، انا خلاص بقى يعني انسوني وما تدوروش عليا، يعني كلام مش لا يعقل. الصوره يا فندم صح كده؟ دي اخر صوره هنا في البيت. الصوره دي اخر صوره للركن عليه. هو لابس تيشيرت احمر فيها. هو ده بقى اللي راح بيه هو ده نفس اللبس اللي كان لابسه لما رحنا لما تعالى. وصلنا له وانا قابلته، اتصلت بيه وكلمته. قابلته في قهوه في الساعه، وقعدت اتكلم معاه. عاقل جدا، بيتكلم برزانه بكل ثقه. طب خالي فين؟ طب هو كان معاك؟ وانت مكلم والدتي ان هو كان معاك. طب راح فين؟ طب وصلته لفين؟ ده كان قاعد معايا على كافيتيريا على البحر، كنت جايب له مشتري وما اتفقناش. وهو اصلا كمان كان متصل بيه، قال له هتقعد البيت، الناس دي هتتفرج ومتفرجين عليه قبل كده وهيجوا يخلصوا. اتجوز وبعد كده رجع قال لنا ده اتجوز ومشى مع مراته وسافر القاهره، ولا مش عارف سافر الجيزه، وشويه وهيبان. وهو قال له كده، هو قال كده، قال لنا ان هو اتجوز اوكرانيه وسافر ومحدش يدور عليه، وباع البيت وباع العربيه. طبعا هي العربيه مختفيه، والبيت طبعا ما اتباعش، مفيش حد فتحه، ما حدش دخله لحد دلوقتي، والعربيه مش ظاهره لحد دلوقتي. بعد كده قال لنا، قلت له طبعا احنا ما اطمناش، لان ما كنتش قاعد معاه لوحدي، كنت قاعد انا واخويا وكده. اتكلم بكل ثقه وكل اريحيه في الكلام. بعد كده طبعا على اسم منتزه اول، طبعا ان احنا كنا قاعدين في محيط الاسم، فدخلنا الاسم شدنا معاه طبعا، لان خالي معاه وهو برده مش بيدينا عقد نافع. وبعدين خالي عمره ما هيتجوز ولا عمره يعمل حاجه زي كده من غيرنا، عمره ما يعمل حاجه زي كده من غيرنا. هو اصلا كان رايح يبيع البيت، ومنين انت رايح تبيع البيت وتقول له هتقعد البيت معاك؟ ومنين انت جاي اكلمك تقول لي انا دخلك الجواز اوكرانيه، وشويه يقول لي سافر القاهره، وشويه يقول لي سافر شرم الشيخ، وشهر عسل وراجع وكده. واصلا هو كان مكلم والدتي ان هو قال لها هجيبه واجيلك، وقال لها ان هو عمل، اصل هو ضرب واحد بالعربيه، هو ضرب واحد بالعربيه بعديها، واحنا عند الاسم كتير عملها عليه كذا موضوع. فاحنا ما اطمناش، قلت له احنا نروحوا الاسم ونشوفوا بقى يعني ايه الموضوع بقى في الاسم. رحنا اسم المنتزه، قال ان خالك محل اقامته مش تبع دايره المنتزه، توجهوا على اسم رمل تاني. رحنا رمل تاني واتهمناه ان خالي مخطوف، وكان في فويس نوتس على الواتس، وان خالي ده مش صوته، وان هو صوته كان في حاجه ان هو مضروب او حاجه زي كده طبعا. فالمهم اتقبض عليه وقعد لحد الساعه 2 بالليل، وبعد كده مشى. احنا برضو متهمينه، قال ان ما ينفعش ناخد خرج من الاسم، وهناك قالوا ما ينفعش ناخد اي اجراءات الا بعد غياب تقريبا 72 ساعه او 48 ساعه حاجه زي كده يعني.
فما ينفعش ناخد اي اجراءات خطف، وان مفيش كمان دليل على ايه؟ على ادانته من الخطف. كان امتى بالظبط النوتفيس الحاجات اللي الفوت يوم 4/3/2022. طيب ده وقت الاختفاء. وقت الاختفاء كان قبلها بيومين او 3. احنا كنا بنتصل بيه، احنا بقى كنا بنتصل بيه مش بيرد، وتليفون شويه ما بيردش، مفتوح وما بيردش، وشويه التليفون مقفول، لحد لما هو بقى ايه رد. وبعد كده رد بطريقه اللي هو عمال يسلم على الميتين، يعني بيقول لوالدتي سلمي على الميتين. الرساله دي مهمه جدا، يعني كان طريقه كلامه عامله ازاي؟ قال لك ايه بالظبط؟ طريقته تحس يعني ان في حاجه في بقه. يعني شوف لما يكون مثلا حد مضروب ووشه وارم ومش قادر يتكلم، صوته غليظ شويه، صوته ايوه، وتحس ان يعني ايه هو كان مثلا ما عندوش لدغه في السين او كده، تحس ان سنه واقعه، فالسين باينه ان هو ايه وقع من اتصل بيك هو اتصل بيا قال لي ما تخليش والدتك تروح القسم، ما تخليهاش تعمل محضر، ما تخليهاش تبلغ البوليس عشان انا هتأذى. ده خالي هو بيقول لي انا كده، وسلم لي على جمال ده والدي ومتوفي قبل الواقعه دي ب3 سنين 2019. يعني كان بيوصل رسائل بطريقه معينه. رسائل ايوه بطريقه معينه، اللي هو بيقول ان انا هموت، معنى كلامه كده. يعني احنا فهمنا وقلقنا وجرينا على الاسم، ورحنا جرينا ان احنا ندور على اقرب حد مثلا للمحامي، ووصلنا وكده. طب هندخل بعد 4 ايام اخويا كان عندي وكلمه وقال له ان انا هبيع لك البيت، عندي مشتري. فقال له خلاص انت لو بعت لي البيت انا هديك ايه 50,000 جنيه. فقال له ماشي. فانا قلت له خلاص ده ما يبيع لك البيت روح له. راح بعد 4 ايام بتصل بيه عادي، ما اعرفش بقى ان هو مش موجود، لقيته بيكلمني بطريقه ان هو واحد مش طبيعي. رحت له مصوته وقلت له مالك؟ قال لي ايه ماليش، انا عامل حادثه ومش عارف يقول لي ايه، يعني انا عامل حادثه بالعربيه، واحد خد مني العربيه مش عارف ايه. قلت له طب انت فين وانا اجي لك؟ انت فين انا اجي لك؟ قال لي لا ما تجيش، انا معايا واحد صاحبي انت عارفاه، المحامي نصر الدين السيد. لا نصر الدين السيد ليه كده؟ نصر الدين السيد، انا معايا صاحبي المحامي انت عارفاه؟ عارفه فين ساكن؟ قدامه هو جنبه. قال لي ده ساكن في راس السودا هناك. قلت له ماشي بس انا عايزه اجي لك. راح هو قال لي خدي كلميه اهو. رحت مكلماه قلت له ايه يا استاذ اخويا ماله ومسؤول؟ قال لي ما تخافيش وما تقلقيش عليه، انا هجيبه واجي، انا هجيبكم تشوفوا تقابلوني فين وانا اجي لكم. قلت له ماشي. فقلت لجوز بنتي، راح جوز بنتي واخد منه ميعاد وراحوا قابلوه هو وعيالي في الساعه. بعد الموضوع ده كده قابلوه بقى في الساعه. دي كانت اخر مكالمه بينك وبينه؟ بينه وبينه لا انا كلمته تاني وقلت له اخويا فين للمحامي ذات نفسه، وقعدت اصوت في وشه على الموبايل. بس انا بقيت اصوت يعني بقيت اصوت واقول له انت خدت اخويا وديته فين؟ كلمته كذا مره وقلت له شوف يا اخويا انت اللي واخده. كان هو بيرد عليك بيقول لك ايه وقتها؟ بيقول لي لا انا ما اعرفش حاجه عنه، انا ما اعرفش، انا هحرسه. هو كان معايا في المعموره بس انا ما اعرفش راح فين وما رضاش يجي معايا. هو قال لي كده. طب انت لما عرفتي ان نصر ده هو السفاح اللي قتل بتاع ايه اللي حصل؟ انا جريت، هما بقى خدوه على الاسم رمل تاني هنا عيالي. لا لما عرفتي ان هو اتقبض عليه وهو السفاح، يعني هو اللي قتل جثتين وفي جثه ثانيه طلعت. عملتي يعني صرفته ازاي؟ يعني صرفت ازاي؟ هي بنت اخويا هي اللي قالت لي، بقيت عايزه بصوت بقى واقول اخويا. لما هم راحوا بقى النيابه هم. هل شكيتي لما تردد انباء ان في سفاح بيقتل هنا ويقتل هنا؟ هل يعني لما جات لك المعلومه هل شكيتي؟ شكيت طبعا لان انا عارفاه وعرفت ان هو نصر الدين ده، وعرفت قلت هو احنا اللي قلنا عليه ده، هو ده اللي قتله. اخو حضرتك مثلا ما قالكيش في مره ان هو في حصلت مشاده ما بينه وبين بعض او اي مشاكل على الفلوس؟ لا اصلا ما بيحبش المشاكل وما بيحبش يعني يزعق مع حد، يعني هو طيب كده ومحترم وكده، ما بيحبش المشاكل، ما يحبش، لا ما فيش مشاكل. ولا ده مكلمه قال له تعالى، يعني انا ما فيش حاجه، ما فيش مشاكل. هو مكلمه وقال له تعالى انا جبت لك زبون للبيت وهات وتعالى. وقلت له خلاص اديله 50,000 زي ما انت قلت له، واديله وخليه يبيع لك البيت.
وهو قال لي الظابط قدامي هناك، قال له انا مره قال انا بعت له، ومره قال لي الظابط التاني لا انا ما بعتش. حضرتك كنت قاعد في اخر جلسه ما بينك وما بين نصر الدين وخال حضرتك، يعني احكي لنا بقى اللي حصل بالظبط، وكان رد فعل الشخص ايه؟ دي الصوره، يعني دي الصوره يا فندم؟ دي اخر صوره ما بينكم وبين بعض؟ ايوه. هو اخويا كان بيصوره يعني في كنا بنصوروه عشان نبقى عارفين شكله وكده، ولو في حاجه حصلت نبقى عارفينه. دي اخر صوره تعتبر؟ دي اخر صوره كنا قاعدين معاه في القهوه. طب احكي لنا بقى اللي حصل بالظبط. بص حضرتك، انا متجوز ومش قاعد مع والدتي، فالتفاصيل دي كلها اللي حصلت يعني الصوت يا جماعه معلش اتفاقوا قصه البيت والحكايه دي انا ما كنتش اعرفها. لا احنا بنتكلم عن الواقع. فانا جيت لوالدتي هنا، فلسه كنت في الشارع، فلقيته هو رن عليا فكلمني، فقال لي يا حمو خلي امك ما تعملش اللي عايز تعمله. فقلت له خالي تعمل ايه؟ تفهمني امي عايز تعمل ايه؟ قال لي بس انت اطلع فهمها، روح لها فهمها قول لها ما تعملش اللي عايز تعمله. قلت له طب عايز تعمل ايه؟ قال لي بس اطلع فهمها وسلم لي على ابوك. قلت له خالي انت عارف بتكلم مين؟ قال لي انا عارف يا حمو، انا عارف انت بتكلم مين. قلت له خالي انت فيك حاجه؟ طب انت محتاج حاجه؟ طب في حاجه عندك؟ قال لي لا بس انت سلمني على ابوك وقول لامك ما تعملش اللي عايز تعمله عشان انا هتوديني في داهيه. قلت له خالي طب فهمني، طب انت عارف بتكلم مين؟ انت هتأذى. قلت له طب خالي انت عارف بتكلم مين؟ انا بقيت مستغربه خالص ومستغرب كلامه، وقفل معايا. فطلعت اجري على امي، قلت لها بقى اللي حصل، فراحت هي ايه صوتت وقعدت تقول لي ايه ده لسه مكلمني، وحكيت لي القصه اللي هي لسه حكيها دلوقتي، وكلمت بنته. انا ليه حاسك مش مصدق اللي حصل، وحاسك يعني مضطرب؟ لا انا مش مضطرب ولا حاجه، الموضوع صعب بس شويه علينا، بس احنا من الاول كنا عارفين اللي هو يعني احنا من الاول عارفين ان خالي دوت يعني الله يرحمه. طب انا عندي سؤال، يعني من تخيلك كده ايه الدافع اللي يخلي واحد محامي زي ده يقتل حد او مثلا يعني الفلوس. هو خالي كان معاه فيز، وهو محامي يعني محامي كبير، يعني مش محامي، مهندس يعني هي الفيز كانت معاه؟ الفيز كانت معاه والعربيه، وكان معاه بيت. بس احنا عرفنا يعني مؤخرا ان كان في فيزا مع الضحيه، هل كانت الفيزا دي هي دي من الفيز اللي كانت من ضمن الفيز؟ هي من ضمن الفيز اللي كانت معاه. تمام. فبعد كده والدتي كلمته، فالمهم احنا كلمت جوز بنته، تمام، انا واخويا، وكلمنا المحامي ورحنا قابلناه قعدنا معاه في الساعه. احنا بقى مش مرتاحين كلامه، يعني على اساس خالة يجي معاه، فما كناش مرتاحين، وعمال نجيبوه شمال يجيبنا يمين، نجيبوه شمال يجيبنا يمين. يقول انا ماليش دعوه. اخر ما زهقنا يعني الواحد كان عايز يعني يتصرف معاه تصرف تاني، بس الواحد خاف، اللي برضه خاف على نفسه، خاف من مساءلة يعني خاف من الحكومه وكده، بس الواحد كان واثق 100% اللي هو اللي خلي معاه هيعمل فيه حاجه او عمل فيه حاجه. طب انتوا لما طلع الجثمان امبارح وسمعتوا ان ده سفاح وان في جثمان راجل طلع والقصه دي، كان رد فعلكم ايه؟ عملتوا ايه يعني؟ 100% عارفين ان خالي موجود، يعني من غير الفيزا من غير اي حاجه، احنا عارفين 100% ان خالي هيبقى موجود من ضمن الجثث، لان احنا واثقين 100%، لان احنا خدناه ورحنا القسم منتزه اول، تمام، وطلع قالوا لنا لا مش تبعكم، مش تبعنا هنا، ده البيت في تبع منتزه ثالث، فطلعنا منتزه ثالث، طلعناه على منتزه ثالث، برضه نفس النظام، قعد في القسم، وبعد كده طلع الساعه 2 بالليل. بس هو ده اللي حصل. تمام يا فندم. يعني في تفصيله برضه كمان، يعني انا كان في واحد صاحبي معايا، تمام، فكلام جاب كلام، فاتكلمت معاه فقال لي اسمه، فقلت له اسمه، تمام، فقال لي المحامي ده نصاب. انا عارفه وكده، يعني كان هو عنده صاحبي ده عنده كذا مشكله في المحكمه وبتاع، فاتعرف عليه قبل كده وعرض عليه يعمل له حاجه كده ايه شمال، فقال لي المحامي ده شمال ونصاب وكده، وخلي بالكم منه، وممكن هو يكون ورا الموضوع دوت، تمام، ده هو عامل مشكله في الانطره شرق، تمام، عنده مشكله كبيره في الانطره شرق، تمام، وهربان